تخيل انك ما بتعرفش تعوم وفجأة تلاقي نفسك بتمثل بلدك في الأولمبياد وفي السباحة كمان. اللي بقوله ده مش قصة خيالية، دي قصة إيريك اللي دخل التاريخ. سنة 2000 جت دعوة من اللجنة الأولمبية لدولة غينيا بيساو عشان يشاركوا في أولمبياد سيدني، وكانت الدعوة بغرض إن هم ينشطوا الرياضة في الدول النامية. وهنا بقى السؤال، اختاروا مين يمثل البلد دي في لعبة السباحة؟ اختاروا إيريك موسامباني، شاب عنده 22 سنة، عمره ما نزل بول من الأساس ولا حتى لبس نظارة سباحة. كل اللي عمله إيريك إن هو راح مقر الاتحاد وقال لهم إنه نفسه يشارك في البطولة، وبدأ يتمرن قبل البطولة ب8 شهور بس في بول طوله 13 متر بس، ووصل سيدني ودخل السباق. بس هنا بقى الصدفة تلعب دورها. في الدور التمهيدي الاتنين اللي قدامه يتلغي اشتراكهم بسبب الفولس ستارت، ويفضل هو لوحده في البول، يعني يعمل اللي يعمله هيتأهل. فكملها للآخر عوم كلابي، ووصل في الآخر لخط النهاية واتأهل وسط تسقيف كل الجماهير اللي موجودة. إيريك ما كانش بطل، بس واحد قال هجرب، وكان سبب إن بلده تعرف لعبة السباحة لأول مرة. بس يا سيدي، وكده يبقى خلص الكلام. سلام.